ده هو بريستيفال، عيل طايش غلبان عايش في جزيره سماويه بعيده عن انظار الناس. عنده 16 سنه وعايش مع جده اللي رباه والشخص الوحيد اللي يعرفه. في يوم من الايام كان بيتدرب مع جده على فنون القتال، وبيبان قد ايه الواد ده قوي وقوته مش محدوده، ولكن برغم كل محاولاته الجد برضه بيقدر يفوز عليه. بعدها بيخلص تدريبه وبياخدوا الجد وبيطلعوا على التل ده. بيتكلم معاه بجديه وبيقول له انت دلوقتي بقى عندك 16 سنه، دلوقتي خلاص بقيت راشد وتقدر تعتمد على نفسك وما قلقش عليك بعد كده. انت لازم تسيب الجزيره دي وتروح تشوف مستقبلك يا صاحبي، لازم تستكشف العالم الخارجي وتشوف احلامك وتحققها. ولكن الواد بيصدمه وبيقول له مين قالك اني عاوز امشي من الاساس؟ بص يا سيدي الناس، انا مش هتعطع من هنا ولا هسيبك الا لو انت معايا. الجد قال له للاسف يا ابني انا مش هقدر اجي معاك، انا محكوم عليا بالاعدام من زمان، ولو جيت معاك فهتبقى دي نهايتي، ولكن انا عايزك ما تفضلش هنا وتروح تحقق احلامك انت. لكن برضه الواد بيرفض وبيقول له طالما محكوم عليك بالاعدام فانا كمان محكوم عليا بالاعدام وهفضل معاك هنا ومش هسيبك. ما تخافش يا عم، انا مش زهقان منك ولا حاسس بالوحده ولا حاجه، ولا انا بقيت تقيل عليك وعاوز تخلص مني ولا ايه؟ الجد من الكلام ده كان في قمه السعاده ومش عارف يقول ايه بالظبط. فهو من الاساس بيحب الولد ده جدا ومش عايزه يفرقه ولا يسيبه ويمشي، ولكن برضه مش عايز يفضل مقيده معاه طول السنين ديت. المهم بعدها بيروح البيت والجد من كتر شرب عصير الليمون بيسكر وما عادش شايف قدامه. بيفضل يقول كلام غريب وانه مش هيسمح بالظلم ابدا وهيدافع عن الضعيف. بريستيفال بيكمل الجمله اللي بيقولها كل يوم وهو سكران وبيقول له خلاص يا جدي انا حفظت الكلمتين اللي انت بتقولهم كل شويه، ما تقلقش يا عم، انا كمان لما اكبر اوعدك اني هكون عند حسن ظنك فيا ومش هسمح بالظلم ابدا. الجد وقتها بيفرح من كلامه وبعدها بيخلص اليوم على كده. تاني يوم بريستيفال بيقوم بدري من النوم وبيروح يقعد على التل ده، بيفكر في كلام جده اللي قاله له وانه لازم يمشي من هنا ويشوف ناس جديده. بيتخيل الغابه والفرسان والمغامرات اللي هيقابلها. كان متحمس جدا ونفسه يعمل كل اللي هو عاوزه، ولكن برغم كل اهدافه دي رفض العرض ده علشان ما يسيبش جده لوحده. لا اصيل اصيل مفيش كلام. واثناء ما كان واقف سرحان في ذكرياته اذ فجاه بيلاقي القارب ده بيجي عليه، بينزل منه فارس بدرع احمر وباين عليه مرعب جدا. الواد بيفرح اول ما بيشوفه علشان اول مره يشوف حد يزورهم على الجزيره. بيقول له انت مين يا عم وايه اللي جابك هنا؟ الواد بيقول له انا واحد من الفرسان المقدسين، اسمي روشيندا، جيت ازور صديق ليا اسمه فرجستون، هو هنا ولا فين بالظبط؟ الواد قال له ايوه ده اسم جدي، روح ورا التل ده هتلاقيه هناك، زمانه بيحضر الفطار دلوقتي ولا حاجه. الفارس قال له تمام وبيمشي. وفي وقتها الواد بيحس منه شعور غريب جدا، ولكن برضه ما بيديش الموضوع اهميه وبيروح يلعب في القارب بتاعه. ولكن سرعان ما بيتدرك الموقف وبيقول يمكن ده يكون شرير وبيروح يطمن على جده. بالفعل في الوقت ده الفارس كان وصل عند فرجستون وبوم من حيث لا تدري هجمه سحريه طيرته من المكان. اوبابا هو انت مين يا عم انت؟ الجد هو كمان بياخد سيفه وبيهجم عليه وبيحاول يصيبه، ولكن الفارس قوي ومحدش هيجيبه. بيصد ضرباته بكل سهوله وبوم ضربه سحريه قويه بتخرم بطن الجد وخلاص شكلها دي نهايته. صدمه بكل المقاييس. بريستيفال بيشوف كل اللي حصل قدام عينيه، بيتعصب ويمسك الطوبه دي وبيحدفها عليه، ولكن دي ولا حاجه بالنسبه له. بيجري بكل قوته وبيحاول يهجم عليه تاني ولكن بدون اي فايده. الفارس هو كمان بيتعصب وكان لسه هيقتله، ولكن في اخر لحظه الجد بيقوم وبيكتفه من وراه، بيقول لحفيده اهرب بسرعه من المكان، اهرب وسيبني وامشي. ولكن الواد برضه رافض يتخلى عنه. الفارس وقتها اتعصب جامد، بوم ضربه سحريه قويه خرجت الجد من كل مكان، بيقع على الارض وراه. شكلها دي اخر لحظات حياته. دي شكلها النهايه يا صاحبي. بريستيفال هو كمان مقهور من اللي شايفه قدامه، لسه هيتكلم وبوم الفارس بيصيبه هو كمان وبيديله رجل بالطياره بعيد. بعد ما كان حالهم ماشي 100 فل و10 كل حاجه اتقلبت راسا على عقب، وده بسبب فارس مش عارفين هو مين بالظبط. الجد بيقول له انت ما فيش في قلبك اي ذره رحمه، انت ليه عملت كده واذيت حفيدي؟ الفارس قال له طالما دي اخر لحظات حياتك فانا هجاوبك. الملك ارثر شاف نبوءه جديده بتتنبأ بظهور 4 فرسان مقدسين هيقضوا عليه وهيدمروا العالم بالكامل، وانت وحفيدك من المحتمل تكونوا من الفرسان دول. علشان كده انا جيت اقتلكم بنفسي، ويلا يا عم سلام علشان اروح ادور على الباقيين واقتلهم انا كمان. وبعدها سابه غرقان في دمه ومشى. وفي وقتها الجد ما كانش قادر يتحرك ولكنه بيعافر وبيحاول يطمن على بريستيفال ويشوف جراله ايه. الواد فعلا الضربه ما صابتش اعضائه الحيويه وبيقوم علشان يروح له حاسس بقهر مش طبيعي وبيتاسف لجده على كل اللي حصل. بيقول له انا اسف علشان ما كنتش قد المسؤوليه وقدرت احميك منه، اسف علشان ما قدرتش اعمل اي حاجه، انا مش عايزك تسيبني وتمشي يا جدي. فاكر لما انت قلت لي روح واستكشف العالم وسيبني؟ ايوه انا كان نفسي اسيب الجزيره ديت واقابل ناس جديده واعمل الحاجات اللي بحبها، ولكن انت اكتر من اي حاجه بحبها يا جدي، يلا قوم وما تسيبنيش لوحدي دلوقتي. الجد بيقول له للاسف دي هي لحظاتي الاخيره، اي نعم انا كنت بقول لك امشي ولكن كنت في قمه السعاده رافضك وانك هتفضل معايا، اياك توقف احلامك عليا وروح وحقق احلامك يا صاحبي. اما بخصوص الفارس ده فكل اللي هقدر اقوله لك ان الفارس ده يكون ابوه. لو عاوز تعرف
تعرف كل حاجه وليه عمل كده، فدور عليه بنفسك وهتفهم كل حاجه. هو انا مش ابويا ميت؟ ازاي بس يكون ابويا؟ الواد كان في دماغه تساؤلات كتيره وبيقول له عليها، ولكن الجد بيودعه، بيلفظ انفاسه الاخيره وها قد فارق الحياه، تركه وحيدا مصابا يلملم شتات نفسه ولا يعلم الى اين يذهب. الواد بيعيط بحرقه كبيره من كتر القهر اللي جواه ومش عارف هيعمل ايه دلوقتي. بيروح يدفن جده وجواه كميه حزن وندم تكفي العالم اجمع. بيقعد وحيد مع نفسه الايام، مفيش جديد في حياته، حاسس بفراغ مش طبيعي جواه. وليه لا وهو خسر اعز ما يملك، خسر جده اللي ربطه لحياته. ومن مين؟ من ابوه اللي اتخلى عنه اول مره يشوفه. ده ايه الحزن ده كله يا ابني؟ الواد عاش شويه ايام حزينه كده، وبعدها بيروح البيت وبيفتح شنطه كان جده سايبها له، بيلاقي فيها هدوم وجنبها رساله كاتبها له. بيقراها وبيعرف ان دي هدوم كان جده عاملها له علشان لما يمشي من الجزيره. بيقول له انا واثق فيك وعارف انك هتمشي في طريق الخير دايما يا بريستيفل. الواد فعلا بيتحمس من كلامه وعلى طول خد قراره من اللحظه ديت. بيروح عند قبر جده وبيودعه للمره الاخيره. بيقول له انا هعمل الصح اللي هيريحني من هنا ورايح يا جدي. هدفي الجديد هو اني الاقي ابويا واقتله علشان انتقم لموتك يا اعز حاجه عندي. بيلبس الخوذه بتاعته ومن هنا بتبدا رحلته الجديده. بينزل من الجزيره لاول مره في حياته واخد عزم انه لازم يحقق هدفه. بيقضيها طيران شويه وشقلبه شويه لحد ما بيوصل للارض اخيرا. بيتفاجئ من المساحات دي كلها ولكنه برضه ما يعرفش حد في العالم ده. بيشوف ثعلب قدامه وما بيكونش قدامه حل تاني، فبيفضل ماشي وراه على امل انه يوصله لاي حاجه او اي مكان فيه ناس. لكن في نفس الوقت ده بقى كان في 3 من مستعرضين السيرك واقفين على الطريق بيتدربوا على تنفيذ العابهم السحريه، اللي بيولع في الورق وهو طاير، واللي بتخفي القرد بتاعها، واللي قاعد ما بيعملش حاجه. بيخلصوا وبياخدوا العربيه بتاعتهم وبيكملوا رحلتهم، ولكن فجاه بريستيفل بيشوفهم بكل سرعته وبيوصل قدامهم. العيال بتستغرب من سرعته والواد بيقول لهم خدوني معاكم لاقرب مدينه، انا مش عارف حد هنا وعاوز اوصل لاي مكان فيه ناس. العيال بيقولوا له علشان ناخدك لازم يكون عندك مهارات، هو انت عندك اي مهاره نقدر نضمك لينا بيها ولا ايه؟ فبيقول لهم اكيد بعرف استخدم القوس وبصطاد بيه اي حاجه في السماء. بيختبروه ومن اول سهم بيشيل شعر دوني وكان هيطير ودانه. لا فعلا فنان. بياخدوه فعلا معاهم وفي السكه بيتعرفوا على بعض، كل واحد بيحكي عن نفسه شويه والوضع التمام. لكن فجاه بيلاقوا 2 من المزارعين خارجين من القريه وعمالين يصوتوا علشان حد يساعدهم. بيوقفوهم وبيقولوا ان في وحش عملاق هجم علينا وشغال تدمير في كل اللي قدامه ومحدش قادر عليه، تعالوا معانا ندور على حد يساعدنا بسرعه. دوني اتشجع وقال له وحش واحد بس، تعالى يا عم وانا هخلص عليه بنفسي. فانا من الاساس كان نفسي اطلع فارس مقدس ودافع عن الناس. بالفعل بينطلقوا جميعا علشان يلحقوا قبل ما حد يحصل له حاجه، لكن بمجرد ما بيوصلوا هناك بيتصدموا من اللي شايفينه. يا نهار منيل، كل ده وحش واحد؟ يلا نرجع تاني. امال عايز تبقى فارس مقدس وبتنجني بس؟ فين شجاعتك يا عم انت؟ لكن وقتها بنتفاجئ ببريستيفل بينط من العربيه زي الاسد وبينطلق على الوحش بكل قوته. بيقول انا ما لحقتش انسى كلام جدي اللي قالهولي، لازم اساعد الضعيف وما اسيبش حد يتاذى قدام عينيا. بيقف قدام الوحش وبيحاول يصيبه بالقوس، لكن كلنا عارفين مهاراته عامله ازاي. ده ثبت نفسه ومش هيعرف يهرب. الوحش هو كمان بيشوفه بيهجم عليه بكل عصبيه وكان خلاص هيقتله، لكن في اخر لحظه دوني بيتدخل وبيحميه وبياخد الضربه مكانه وبيطير بعيد. دوني اتصاب في ظهره اصابه خطيره. بريستيفل بيقول له انت ايه اللي جابك يا عم انت؟ هو انت مش كنت هربت ولا ايه؟ لكن الواد بيقول له شكرا ليك يا صاحبي، انت فوقتني من الجبن اللي انا كنت فيه ورجعت لي الشجاعه من تاني. ما تقلقش عليا انا هبقى كويس. الواد كان لسه هيعديه لكن الوحش بيهجم عليه بكل قوته وهوب اقف مكانك يالا. ايوه بريستيفل صد ضربته بكل سهوله، ده كمان بينط عليه وبوم اداله على دماغه. ايوه بريستيفل قضى عليه بضربه واحده. كل الناس ما كانوش مصدقين قوه الواد ده وكانوا في قمه السعاده بيه. ده قوته اشبه بقوه فارس مقدس وشكله هيقلب الدنيا بعد كده. ولكن بعد ما الوحش بيموت بيختفي وشم سحر كان على جسمه، والظاهر ان كان في حد بيتحكم فيه. وفعلا هو الفارس الاسود دوت اسمه بالجارد، واحد الفرسان المقدسين التابع للملك ارسل وساحب اوروشيندا. عمل كل ده بقى علشان يظهر اي حد قوي زي بريستيفل ويقتله على امل انه يبقى واحد من الاربعه اللي ظهروا في النبوءه ولا حاجه. بيقول طالما الواد بالقوه دي فانا لازم انزل له بنفسي، لازم انزل له واقتله في اسرع وقت ممكن. وفعلا في اللحظات دي كانت المدينه كلها في قمه السعاده وفرحانين باللي الواد عمله وعمالين يحتفلوا بيه. كلهم بيشكروا على حمايته ليهم، ولكن اللي بيأثر فيه الواد ده وهو جاي بيشكروا على حمايه جده. بيحرك وقتها مشاعره وبيفتكر اللي كان ايام زمان، بيفتكر ضعفه وكل اللي حصل له، وبيقول له خلي بالك من جدك كويس، ما تخليهوش يزعل منك واستمتع بكل لحظه هو موجود معاك فيها، تمتع، فشعور الفقد لا يحتمل يا صديقي. الواد قال له تمام يا عم وبعدها سابه ومشى. بريستيفل هو كمان بيستغل وجود الناس كلها وبيسالهم عن ابوه اذا كان حد يعرفه ولا حاجه، ولكن برضه ما حدش كان عارف عنه اي حاجه. لكن فجاه بدون اي مقدمات بيظهر بالجارد في السماء بيقول له انا عارفه كويس قوي، الظاهر كده لما راح يقتلكم مشاعر الابوه ناحت عليه ولا حاجه، واوعى يكون فرجستون هو كمان عايش. الواد بيتصدم من اللي سمعه ده طلع عارف ابوه فعلا، واحد من اهل القريه
العبقريه وكمان بيشوفوه بيروح يتكلم مع الفارس وبيوقفه، لكن هي ضربه واحده بتريحه. بيقول لهم انا عايز الواد ده لوحده، بس لو حد اتدخل تاني فانا هقتلكم كلكم بدون اي رحمه. كل الناس وقتها اترعبت من كلامه. بريستفال هو كمان بيتعصب وبيعرف ان الحيوان ده احد الفرسان التابعه للملك، وبيتكلم معاه بكل عصبيه. بيقول له هو فين اوريشيندا؟ انت لك علاقه بيه مش كده؟ للاسف انت وهم كلكم شويه زباله وانا لازم اقتلك دلوقتي. وبوم هجم على الفارس بكل قوته، لكن ضرباته فعلا يا دوب بتقدر تحركه. الفارس هو كمان بيحاول يهجم عليه، ولكن بريستفال بهجماته بيقدر يفاديه، لكن برضه بيحاول يضرب فيه بالبوكس ماشي، بالرجل برضه ماشي، لكن برضه الهجمات ضعيفه والفارس مش هيحصل له حاجه. اتعصب من اللي بيحصل ده ومسك بريستفال من دماغه، قعد يخنق فيه. الواد بيعاني فيه وكل الناس واقفه تتفرج، بس محدش قادر يساعده، الكل خايف يتحرك من مكانه. الفارس بيقول له انت ليه ما استخدمتش سحرك وواجهتني؟ يلا انت مفكر ان بقوتك البدنيه دي هتقدر عليا ولا ايه؟ بريستفال بيقول له دي كل قوتي، انا ما عنديش اي طاقه سحريه ومش بعرف استخدم السحر من الاساس. ولكن وقتها الفارس بيتعصب وبيضغط على راسه اكتر. انت ابوك اوريشيندا جدك فولجيستون، ازاي يعني ما بتستخدمش السحر؟ هو انت بتشتغلني يالا ولا ايه؟ ولكن بريستفال فعلا ما كانش عارف يستخدمه، قوته بدات تتلاشى وفقد الامل وما عادش قادر يكمل. بيقول في نفسه شكلها دي نهايتي. لكن وقتها الواد اللي كان مع جده قبل كده بينده عليه، بيشجعه وبيقول له ياك تستسلم يا صاحبي، قاوم قاتل علشان انت منقذنا الوحيد، قوم يا بطل وما تسيبوش يعمل لك حاجه. الواد فعلا بيتحمس من كلامه من حيث لا تدري. نور اصفر بيحاوط وبيبعد الفارس عنه، محدش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط وايه القوه اللي ظهرت فجاه ديت. الفارس بيقول له كنت بتقول انك ما بتستخدمش السحر صحيح، اما ليه الهاله اللي في ايدك ديت؟ الواد بيبص في ايده وفعلا بيتصدم، جروحه كلها التأمت وحاسس بحيويه وان جسمه بقى اقوى. الكل مصدوم من اللي شايفينه، وبريستفال عمال يجري وبيحسب ايده مولعه ولا حاجه. بيقرب من الفارس وبوم، اول ما لمسه طياره من قدامه. الله، هو السحر ده جامد ولا ايه؟ ايوه ده شكل بريستفال هيبهرنا دلوقتي. الفارس وقتها اتعصب جامد من اللي حصل وبيقول له كنت بتكذب وبتقول انك ما بتستخدمش السحر صح، ده انا هفشخك دلوقتي. بيمسك مطرقته بيفعل لهيبه وبيهجم على بريستفال بكل قوته. الواد بيحاول يفاديها لكن ما زالت النيران بتلحقه يمين شمال، الواد مش عارف يهرب ولا يهاجمه. ساعتها وقف وقال ما نجرب السحر ده بقى. النار بتقرب منه وبوم ببوكس منه بيفرتكها قدامه. جميع من في المكان مصدومين من تطوره وبيقولوا ده كده هيقدر يهزمه، لكن مش ده اللي بيحصل. وبتحصل المفاجاه، نار بالجارد بتتجمع تاني وبوم بتصيب بريستفال من كل حته، شغاله تحرق فيه من كل مكان والواد مش قادر يتحمل. بالجارد بيضحك وبيقول له انت مفكر نفسك هتهزمني ولا ايه يا عار انت؟ ده انا حتى لسه ما استخدمتش كل قوتي، تعال لي بقى علشان اقضي عليك. ولكن انت مفكر انه هيقتله بالسهوله دي يا صديقي؟ لا والله، الفارس كان لسه هيروح يقتله، لكن بنتفاجئ بنسخ صغيره من سحر بريستفال بتظهر قدامه. بالجارد مستغرب ايه ده، والنسخ كل مدى ما بتزيد وبتقيده مكانه. فعلا ده اللي خلى سحر النار على بريستفال يختفي. الواد وقتها بيعالج نفسه وبيقوم بكل عصبيه، بيتقدم وبيروح للفارس وشكله هيعمل منه طعميه. بوم، احلى مسا عليك يا معلم. بوكس واحد منه طياره من المكان بالكامل. خلاص بريستفال خد العهد انه لازم يقتله، لكن دي مجرد احلام يا صاحبي. بالجارد وقتها اتعصب جامد وقال له شكلك مصدر ازعاج لينا فعلا، انت لو طارت اكتر من كده هتتعبنا ومش هنقدر نوقفك، علشان كده انا هقتلك حالا ودلوقتي. على طول بيطير في الجو قدامهم وبوم قنبله ناريه اسطوريه دمرت المكان بالكامل. معظم المكان اتحرق وجميع السكان هربوا، وبريستفال بيروح يطمن على دون اللي اتصاب بسبب الانفجار. الفارس بيقرب منهم بكل غرور وملامحه كلها حقد وغضب وناوي يقضي عليهم. شكلها دي نهايتكم يا صاحبي. لكن في الوقت ده بنتفاجئ بالثعلب ده بيقرب منهم، بيقف قدام الفارس وبيهز ديله وبيطلع كره سحريه بيكسرها قدام الفارس وبوم هما الثلاثه بيختفوا من قدامه في لمح البصر. ايوه الكره دي كره انتقال اني سحريه. بالجارد مش عارف هما فين دلوقتي، كان في قمه الصدمه من اللي حصل قدامه ومش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. في نفس ذلك الوقت بريستفال ودوني والثعلب اتنقلوا فوق احدى الهياكل العظميه البعيده عن المدينه. العيال مش فاهمين حاجه وبيبصوا للثعلب باستغراب، وفي وقتها بيصدموا انه قادر على الكلام. بيقول له انت مستهدف من قبل الملك وجنوده ولازم تيجي معايا، لو فضلت لوحدك بالجارد او اوريشيندا او اي حد تاني هيلاقوك وقتها مش هتلاقي اللي ينقذك. بريستفال قال له انا اهرب منهم ليه اصلا؟ هم اللي مستهدفين وانا مش فاهم في ايه بالظبط، انا ما عملت لهمش اي حاجه، لكن دلوقتي انا بسعى للانتقام من اللي حصل لي. الثعلب بيقول له بقوتك دي مش هتعرف تحقق انتقام ولا اي حاجه، لكن انا هقول لك هم ليه بيدوروا عليكم مصممين على قتلك او كده. امبارح ظهرت مواصفات الفرسان اللي هيجلبوا الدمار للعالم وهيقتلوا الملك، 4 فرسان قوتهم هتبقى ملهاش حدود، محدش هيقدر عليهم ايا كان. الواد قال له معنى كده ايوه بالظبط نفس اللي جه في بالك، انت احد هؤلاء الفرسان اللي ظهر في النبوءه. بالفعل في الوقت ده بالجارد بيوصل عند الملك وحاشيته واللي كان عامل اجتماع وكل الفرسان موجودين، بيروح يقعد جنب اوريشيندا وشكلهم بيخططوا لمصيبه كبيره. الملك هو كمان بدا يتكلم عن النبوءه اللي ظهرت، بيقول لهم ال4 فرسان دول ظهرت اعمارهم وانهم لسه 16 سنه، معنى كده اننا هنستبعد معظم الفرسان المقدسين، هنشوف ابنائهم لا يكون واحد فيهم ولا حاجه. وكمان بدا يقول لهم على مواصفات كل فارس
مفترس ليهم. وفعلا كان احدى المواصفات هي مواصفات بريستفل. ايروشين ده وقتها بيتصدم، بيعرف ان ابنه هو واحد من الفرسان دول. كان في قمه الغضب، بيقول معنى كده انه لسه عايش وضربتي ما قتلتوش. بالجارد بياخده لبره وبيقول له ايوه ابنك لسه عايش، كان عمال يلف عليك وكل ملامحه محمله بالغضب. الواد ده لو اكتسب قوته بالكامل فقبل ما يقتل الملك انت هتكون اول واحد يخلص عليه. ايروشين ده وقتها بيتعصب وبيضربه وبيقول له انت مفكرني اني هسيبه بالساهل ولا ايه؟ انا اللي هقتله قبل ما يحصل اي حاجه. ده شكل الامور هتبدا تولع بعد كده، وشكل الواد ده هيقلب موازين العالم بجد يا صاحبي. في نفس ذلك الوقت بريستفل ما كانش مصدق الكلام ده وبيقول له مستحيل، انا مش هجلب الدمار للعالم ولا حاجه يا عم، انا هفضل ماشي على وصيه جدي طول حياتي، وهي ان اساعد الضعيف واكون ظهري ليه. الثعلب قال له يبقى علشان توقف الدمار ده لازم تيجي معاه ونوصل للمكان اللي ابوك والملك فيه، انا عارف كويس قوي هم موجودين فين دلوقتي. دوني وقتها بيتعصب من كلامه، بيقول له ايه خلينا نثق في واحد زيك، هو انت هتشتغلنا يا عم ولا ايه؟ لكن بريستفل بيهديه وبيقول له يا عم ده انقذ حياتنا، للاسف ما قدامناش حل تاني، طالما هو عارف مكان ابويا فانا لازم اروح معاه، مش هسيب اي طرف خيط ممكن يحقق لي انتقامي. دوني هو كمان بيقتنع بكلامه وبيثير الفضول تجاه اللي هيحصل وبيقرر يرافقهم. الثعلب وقتها قال لهم يلا بينا على مملكه ليونيس، هو ده المكان اللي ابوك والملك فيه. وفعلا بيمشوا هم الثلاثه ورا الثعلب واللي اسمه شين بالمناسبه، وشكل فيه مغامرات وحاجات كتيره هتقابلهم. المهم بيعدي الوقت وبينزلوا من على الهيكل، ولكن بريستفل كان هيموت من الجوع، بيقول لهم والله ما انا متعتع من هنا غير لما تاكلوني. دوني وشين هم كمان كانوا جعانين، وعلشان كده اتفقوا انهم يصطادوا حيوانات بريه وياكلوها الاول وبعدين يكملوا رحلتهم، وعلشان كده بيقرروا انهم يفترقوا وكل واحد يدور في مكان مختلف. فعلى طول بريستفل بيسيبهم وبيروح يدور في مكان، وشين ودوني بيروحوا في مكان تاني. بريستفل بيوصل عند التل ده وبيشد انتباهه وبيطلع يشوف ايه اللي وراه، بيبص وبيلاقيها غابه متحوطه من كل الجهات. ايوه هو ده اللي انا كنت بدور عليه، اكيد الحيوانات مش هتعرف تهرب من هنا. بينزل ولكن يا ريته ما نزل، وشكل اللي هيشوفه جوه مش احسن حاجه يا صديقي. في الوقت ده بقى دوني كان بيحاول يصطاد اي حاجه بالقوس ولكن مش عارف يصيب اي حيوان، بيحاول على الغزاله دي وبيضرب وهوب بيسمع صوت صرخه في المكان، بيتصدم وبيروح يشوف ايه سبب الصرخه ديت، واول ما بيوصل بيلاقيها العملاقه دي السهم جه فيها علشان كده صوتت، ودوني بيروح يتاسف لها على اللي عمله. ولكن في الوقت ده بيدخل الجنيتين دول بيقولوا لها الحقيقه بسرعه، في طفل بخوذه دخل وادي الهلاك اللي احنا سدينه، الوحوش هناك مش هيرحموه، تعالي معانا نلحقه بسرعه. العيال اول ما بيسمعوا اللي قالوه بيعرفوا ان بريستفل هو اللي بيتكلموا عنه، بيقولوا لها ايه وادي الهلاك ده ست الناس. البنت بدات تحكي لهم عليه، بتقول لهم الوادي ده كان بيتنا ايام زمان، كان وادي جميل جدا وكلنا عايشين فيه بكل سلام، ولكن فجاه صاحبنا اخو العملاقه دي تتهوس بالتجارب الكيميائيه، بدا يخرب في الغابه من كل مكان، كل يوم يعمل تجربه على حيوان مختلف يخليه حيوان مفترس ويهجم على اللي قدامه. زمان صاحبكم دلوقتي اكيد مات، ولكن انت متخيل ان بريستفل هيفرق معاه حيوانات؟ لا والله. في الوقت ده كان بريستفل فرحان جدا بيهم، شغال تكسير وتدمير ومش راحم اي حد قدامه، محدش قادر عليه، بيقول حلو ان الحيوانات هي اللي بتهجم عليها بدل ما انا اللي ادور عليها. ولكن فجاه بيسمع صوت صرخه في المكان ده، صوت حد بيطلب المساعده، بيروح ناحيه الصوت وبيلاقي بيت عتل ده، سمع منه صوت حد بيقول الحقوني. وفعلا الدار كان موجود فيها الولد المختار صاحب معمل الاختبار ناسينس، ماسك الواد البقله ده وبيقول له انت لعبتي النهارده، عندي كام تجربه عليك انما ايه يستاهلوا جسمك يا جميل. الواد بيصوت وهوب بيهجم عليه، ولكن هي حركه واحده من ناسينس بتجيبه على الارض، ولكن بريستفل على طول بيقوم وبيفك عقله وبيسيبه يهرب من المكان، لكنه بيستغرب انه قادر على الطيران، بيبص عليه كده وهوب حقنه مخدر بترشق في جسمه. ايوه ناسينس خدره، بيقول له انت ضيعت عين التجارب بتاعتي، علشان كده انت الفار الجديد اللي هجرب عليه كل حاجه. ده شكل ناسينس ده ما بيهزرش يا صديقي. في نفس ذلك الوقت كان العملاقه ودوني وشين دخلوا الغابه هم كمان، الوحوش والاشجار بتهاجمهم من كل مكان والعيال مرعوبين جدا شغالين يهربوا يمين شمال وشكلهم مش هيلحقوا بريستفل منه. من ناحيه تانية بقى بريستفل بيفوق من المخدر بيلاقي نفسه مربوط في العمود ده ومجرد من الهدوم تماما وحالته تصعب على الكافر. ناسينس بيجي له وهو ماسك عينتين تجارب كده وفيهم احدى المحاليل اللي مش عارفين ايه فايدتها بالظبط، بريستفل بيحاول يفهم منه ايه دول، ولكن بدون مقدمات بيرشق الحقنه الاولى في جسمه وبيديله العقار اللي فيها، بيستنى مفعول العقار يشتغل وهوب شعر بريستفل بيكبر بصوره مش طبيعيه. ناسينس بيستغرب من اللي شافه، بيقول كالعاده انا فشلت تاني وانا بحاول انقذ الغابه والحيوانات، كده مفيش قدامي غير اخر محاوله، يا اما هتصيب وهعالج الغابه يا اما هتخيب والواد ده هيموت. بريستفل بيحاول يفهم منه ايه اللي بيحصل، ولكن ده ولا فارق معاه كلامه مش بيرد عليه، كان مركز على التجارب اللي في ايديه. بريستفل على طول بيتعصب منه، بيفك نفسه وبياخد هدومه ويبعد عنه، بيقول له خير بقى يا عم انت ليه بتعمل كده وكلامك بخصوص انك ترجع الغابه زي ما كانت ده. الواد بيقول له للاسف مفيش قدامي حل تاني، في تعويذه مدمره الغابه ومحولها الحيوانات لوحوش وانا بستخدم العقار ده علشان ارجعها لطبيعتها، مش عارف
هو هينجح ولا لا، علشان كده لازم اجرب العقار قبل ما استخدمه. للاسف انا مش هقدر استخدم العقار ده عليا، علشان لو مت محدش هيقدر ينقذها. فجهز بقى وما تتحركش علشان لازم اجيبك. وهوب بيطلع خناجر وبيفعل قوته وبيهجم عليه. بريستفال بيفاديه ولكن ناصينس وراك ومش هيسيبك. فعلا بيقدر عليه، بيثبته في الارض وبيقول له تعالى لي تعالى يلا جرب عليك اخر قنينه ديت. كان لسه هيمسكه ولكن بوم، الخوذه بتطير من دماغ بريستفال وبتخبط فيه. عالدواء بترميه. العقار الاخير فعلا بيطير وبيمسكها بريستفال قبل ما تقع في اخر لحظه. ناصينس بيقول له اياك تكسرها، دي اخر حاجه عملتها والمفروض تعالج الغابه. سيبها يا عم والله ما هعمل لك اي حاجه. بريستفال وقتها بيفهم كلامه، بيقول له طالما نيتك خير وعاوز تساعد الناس فانا معاك يا عم ومش هسيبك. يفتح الازازه وهوب بيشرب كل اللي فيها. ايه ده يا عم انت مجنون ولا ايه؟ ناصينس بيتصدم من اللي شافه، بيقول له انت كده احتمال بنسبه 50% الدواء ده يكون سم ليك، في نسبه 50% انك تموت بسببه. فعلا ده اللي كان عليه. الواد ده اول ما شرب المشروب جسمه كله بيتوجع، بيحس بخنقه ومش قادر يتنفس، بيتلوى على الارض مش قادر يتحرك وخلاص شكلها دي نهايته. ناصينس بيقلق عليه وبيقرب منه وبيحاول يخليه يرجع اللي شربه، ولكن هوب الواد بيصيح عليه بكل قوته، بيفضل يجري زي المجنون ولا كأن لابسه عفريت. بس كده العقار نجح ولا ايه؟ ايوه العقار اخيرا طلع سليم وهيرجع الغابه زي ما كانت تاني. بس في سؤال كده، هو مش ناصينس اصلا هو اللي عمل كده في الغابه؟ ازاي بس عاوز يرجعها؟ شكلك مش عارف الحكايه، فتعال احكي لك القصه من بدايتها. في يوم من الايام كان في صيدلاني بسيط اسمه ادوارد، بيجي الغابه كل يوم علشان يطفي الاعشاب اللي تلزمه يعالج بيها الناس في المدينه. ما كانش فارق معاه هويه المصاب، وبيعالج اي حد قدامه، جنيات ماشي، عمالقه ماشي، اي حد كان مجروح كان هو اللي بيطيب خاطره. طبعا كل الناس حبوه، الكل اتجمع في الغابه بس علشانه. وفي يوم من الايام شاف طفل مرمي بيعيط في الغابه لوحده، والظاهر ان اهله رموه هنا ومشيوا. وقتها بيصعب عليه وبيقرر من اليوم ده انه يربيه. خدوا معاه فعلا، ومن اليوم ده عاش العمالقه والبشر والجنيات في الغابه كعيله واحده، كلهم بيحبوا بعض ومحدش هيقدر يفرقهم. الواد الصغير كبر وادوارد علمه كل حاجه عن الصيدله وكمان تصنيع الادويه وكل اللي هو يعرفه. قال له يا ابني خليك في طريق الخير واستعمل قدرتك دي علشان تعالج الناس. وفعلا ده اللي كان بيعمله، كان ماشي على نهج جده ومش عايز يغيره. ولكن بتعدي الايام وفجاه ادوارد اختفى من الغابه بدون اي اثر، محدش بقى عارف هو فين بالظبط. من بعدها الجنيات شافوا الواد اللي لقاه بيعمل تجربه على الحيوانات وبيتحولوا لوحوش عنيفه. قالوا ايوه اكيد الولد ده هو اللي قتل الجد وعمل كده فيهم. وفعلا من اليوم ده وهم كارهينه، بيلوموه على كل اللي حصل وخايفين يسالوه يتاكدوا منه يعمل عليهم تجارب يموتهم زي ما هم شايفين. والواد ده طبعا هو مين؟ ايوه هو ناصينس زي ما كلنا عارفين. في الوقت ده بقى كان واقف هو بريستفال قدام البيت. بريستفال بيقول له ها يا عم انت هتنقذ الغابه ازاي؟ انا اصلا شربت الازازه كلها، ازاي هتنشر العقار بتاعك في الغابه دلوقتي؟ ناصينس بيقول له ما تقلقش يا عم، دي هي قدرتي السحريه، هوريك كل حاجه دلوقتي. بيشرب حبه صغيرين كانوا موجودين في الكوبايه، وطبعا في الاول بيغمى عليه، بيفضل مغمى عليه شويه كده. وفي الوقت ده بيوصل مين؟ صاحب بريستفال والعملاقه داني وباقي الجنيات. ناصينس بيفوق اول ما بيشوفهم كان في قمه السعاده، ولكن الجنيات اول ما بيشوفوه بيفضلوا يحدفوه بالطب بكل عصبيه وبيقولوا له انت سبب كل الدمار اللي احنا فيه، انت ليه عملت كده؟ ليه قتلت الراجل اللي رباك؟ ليه دمرت الغابه اللي كانت وطننا كلنا؟ انت زباله ويا ريت تمشي وما توريناش وشك تاني. الواد كان مقهور من اللي سمعه، ولكن بريستفال بيتضايق من كلامهم، بيقول لهم اغبياء، كلكم اغبياء. ناصينس اصلا بيعمل كل ده علشان يلاقي علاج يقدر يرجع الغابه لطبيعتها، وانتم عمالين تلوموه على كل اللي حصل. فكلكم هربتوا من الغابه في الوقت اللي هو قاعد يصارع فيها لوحده، وده كله علشان يلاقي حل لمشكلتكم. ولكن خلاص دلوقتي هو عامل الترياق والغابه هترجع زي ما كانت. العيال بيقولوا له ازاي يعني؟ ده هو اللي حول الحيوانات لحيوانات مفترسه. ولكن ناصينس بيقاطعهم وبيقول لهم هتشوفوا كل حاجه بعينيكم دلوقتي وبعدها هتفهموا كل حاجه. وفعلا الواد بيقوم وبدا يستخدم سحره، سحر التعزيز. فشويه الدواء اللي شربهم من شويه باستخدام سحره بيقدر يعزز جسمه ويخليه ينتج نفس الترياق لكن بكميات كبيره جدا. وفعلا عمل كده، نتج كميه كبيره من الدواء ده وبدا ينشره في ارجاء الغابه بالكامل. وما هي الا لحظات قليله ودبت الحياه فيها من جديد. الله، الورق بيفتح والاشجار بتحتضر من تاني وكل حاجه بترجع لطبيعتها. لكن برضه ما زال السؤال موجود، طالما مش انت اللي عملت كده يبقى مين هو السبب؟ طب العم ادوارد فين؟ السؤال ده بالذات اللي ناصينس ما عندوش ليه اي اجابه. بيقول لهم انا زيكم بالظبط، مش عارف ادوارد فين ولا عارف مين اللي عمل كده، لكن اتمنى ان اقابله واجتمع بيه مره تانيه. انا مستحيل انسى جمايله عليا طول حياتي. ولكن فجاه بقى من حيث لا تدري بيلاقوا وحش مخيف بينزل من فتحه التل اللي قدامهم، شكله مرعب، شعره اصفر وباين هو اللي عمل كده في الغابه ديت. ناصينس اول ما بيشوفه بيتعرف عليه، ده نفس شكل جدي اللي اختفى لكنه اتحول. بالفعل ده هو ادوارد بنفسه، ولكن ايه بس خلاه بالهيئه ديت؟ محدش فاهم اي حاجه. ده كمان بيقف على التل ده وبيطلق غازات سامه في الغابه بترجعها دمار زي ما كانت. الكل في حاله
تخبط ومصدومين من اللي شايفينه، محدش مصدق حاجه. اللي عمل في الجد كده ناصينسي بيروح وبيحاول يتكلم معاه ويفوقه، لكنه دلوقتي وحش ومش سامعك يا صاحبي. بيشيله بدون وعي وبيضغط على جسمه بكل قوته. الواد مش قادر يعمل اي حاجه. العملاقه دان على طول بتروح وبتمسك ايد الجد وبتنقذ ناصينسي منه، بتحاول تفوقه بكلامها، ولكن برضه الجد مش هنا ومش سامع اي حاجه. ده كمان بينشر على اسمه والبنت بتاعه وجسمها اتحرق من كل حته. الكل زعلان من اللي بيحصل، وناصينسي بيتقدم وبيروح لاخته وهي على الارض وبيعيط على حالتها. الوحش هو كمان بيتقدم وبيهجم عليهم، وخلاص شكلها دي النهايه. ولكن انت متخيل ان بريسفال هيسيبهم يموتوا بالسهوله دي؟ قولها معايا. لا والله، الواد اللاعب بيتدخل وبيديله بوكس في اخر لحظه بيبعده. بعدها بيروح يتكلم مع صاحبه، بيحضنه وبيقول له ما تقلقش يا صاحبي، كل حاجه هترجع زي الاول تاني. انا خسرت جدي زمان، ولكن اوعدك جدك هيرجع زي ما كان. يبدو ان ذلك الجرح لم يلتئم بعد عندك يا صديقي. العيال كانوا في قمه الحزن وقتها، ولكن فجاه بدون اي مقدمات بيلاقوا ادوارد بيقع على الارض. ما بيلحقوش يبصوا عليه، بيلاقوا اللي طاير لهم في السماء. ايوه، هو ده اللي عمل كل ده، هو ده اللي حاول ادوارد الوحش يسبب الدمار في الغابه. هو ده احد الفرسان المقدسين، قوي حبتين وشكله هيدمرهم بقوه التنين. الفارس تاليسكار. بريسفال اول ما بيشوفه بيعرف انه تبع الفرسان زمايل ايروشيندا. كان في قمه الغضب وبيزعله وبيقول له انت ليه عملت كده؟ ليه حاولت الجد للكائن دوت؟ الفارس وقتها بينزل على الارض وبيقول لهم هجاوبكم، هقول لكم ليه عملت فيه كده، ولكن في شرط الاول، وهو انكم تدوني ضربه واحده. اما بقى لو اديتوني ضربه وهزمتوني فوعد مني هرجعه لطبيعته من تاني. ناصينسي بقى اول ما بيسمع اللي قاله بيتعصب جامد، بيطلع الخناجر وبيقول له دي هي نهايتك. بيهجم عليه بكل عصبيه، ولكن الفارس بيستخدم سحره وبينزل نازك عليه من السماء. كان خلاص هيموته، ولكن في اخر لحظه بريسفال شد ولحه قبل ما يحصل له حاجه. ولكن يا فرحه ما تمت، العيال ما بتلحقش تفوق من هنا. تاليسكار بيتحكم في ادوارد وبيخليه يضرب ناصينسي من هنا. الواد بيطير بعيد وواقع على الارض وما عادش قادر يتحرك. ادوارد بيروح له تاني وبيهجم عليه، ولكن ده عند تهاني يا بيه. في اخر لحظه بريسفال بيوقف ضربته وبيكلم الجد وبيقول له فوق فوق علشان اللي انت بتضربه ده يبقى حفيدك. اياك تستسلم للفارس ده، قاوم، حاول ترجع لطبيعتك تاني. فناصينسي بيحبك من كل قلبه. الكلام فعلا بيأثر فيه. ادوارد بتلمع عينيه، كان في قمه الحزن على حالته اللي وصل لها. ولكن في الوقت ده الفارس بيستغل اللي حصل وبيهجم عليهم تاني علشان يخلص عليهم. ولكن على مين؟ ده معاهم بريسفال اللعين. الواد بيطير في السماء النيازك بتاعته ولا فارق معاه اي حاجه، بيفضل يكسر فيهم بكل قوته. فعلا بيحميهم ومحدش بيحصل له حاجه. بينزل بعدها ولكن كان خلاص جاب اخره، ما عادش قادر يقوم ولا يقاتل تاني. تاليسكار بيتقدم وبيقول لهم هقتلكم ومش هخليكم تتعذبوا ولا حد يقول مش هيقول الشارع اللي وراه ده بريسفال هيوريك سحر ابن قادره دلوقتي. فجاه الواد سحره ملأ المكان بالكامل، بيطير في الجو. الهاله السحريه حوطته من كل مكان، شكله هيقلبها جمدان. الكل مصدوم اللي شايفينه، ده شكل قوته الوقت مش محدوده. ده كمان كل جروحه التأمت في ثواني، وبيبص للفارس بكل عصبيه اللي هو اجلدك دلوقتي. الفارس فعلا اترعب من نظراته، بيهجم عليه بكل قوته. ولكن ده عند امك يالا. بريسفال صد هجمته بسحره وهوب كمان بيردها له. بعدها بيتقدم عليه بكل شجاعه وبيقول له فكرني يلا بكلامك، مش لو ضربناك ضربه واحده هتقول لنا عملت كده ليه صح؟ انا بقى هسيبك تجرب تضربني الاول وبعدها هجلدك وهخلص عليك. الفارس فعلا بيحاول يضربه ولكن مفيش حاجه بتاثر فيه. بيحاول بكل ما اوتي من قوه، ولكن برضه سحر بريسفال كبير ومفيش حاجه بتلمسه. تاليسكار بيبعد عنه وعارف انه خلاص مش هيقدر يهزمه. بريسفال قال له دوري بقى، تعالى لي. على طول نال السحر في ايده وهوب ابلع يالا، احلى كف على دماغك. رزعه في الارض وعمال يضغط عليه بكل قوته. بيقول له انت كده خدت الضربه الاولى، يلا قول لنا ليه عملت في ادوارد كده. الفارس فعلا بيتجلد من قوتها وبدا يحكي لهم اللي حصل من البدايه. بيقول لهم كل اللي حصل فيه بسبب انه ما سمعش الكلام. ادوارد كان بيعالج الفصائل التانية غير البشر، عمالقه جنيات وغيره، وده اللي كان مضايق الملك ارثر لانه بيسعى لتحقيق عالم امن للبشر فقط لا غير. انا جيت وحذرته ولكنه ما سمعش الكلام واستمر في علاج كل اللي حواليه، علشان رميت عليه تعويذه حولته للشكل اللي انتوا شفتوه، وكمان خليته هو اللي يرجع الهلاك للغابه كل ما تتجدد من تاني. العيال كانوا في قمه الغضب من اللي سمعوه، زعلانين جدا على اللي حصل لادوارد. بيقول له يعني انت عملت كل ده علشان بيعالج البشر بس؟ انت والملك بتاعك معتبرين ارواح البشر بس هي اللي حقيقيه والباقيين ما لهمش لازمه بالنسبه لك. للاسف انتم شويه حفاله وانا لازم اقتلك دلوقتي. الفارس بعد عنه وقال له مش هتعرف تعمل حاجه، انا هوريك دلوقتي قوتي الحقيقيه. وفعلا بيستخدم كل قوته. الجو بيتغير، بيظهر عواصف رعديه في السماء. تاليسكار بيطير عليها وهوب هاجم على بريسفال ببرق كبير جدا، مفكر انه كده هيموت ولا حاجه، ولكن هو الهلك تاني. ده عند الحاجه تهاني. الواد اللعيب امتص هجمته بكل سهوله وما حصلوش اي حاجه. اتقدم على الفارس وبيضرب عليه لكنه بيطير ويفاديها. الفارس بيحاول يستخدم اخر هجماته واقوى على امل انه يصيبه ولا حاجه وبعدين يهرب، ولكن ده في احلامك يالا. بريسفال وقتها كان فاض به الكيل، استخدم سحره بطريقه اسطوريه، عامل سيف من
بامانه وصد ضربته. وزدني من الشعر بيته اللي بيرمي السيف على الفارس بقوه جباره فعلا. اوبا، الفارس اتفرم في الجبل وما عادش منه اي اشلاء واختفى من الوجود نهائيا. بريستفال قدر بقوته يقضي على فارس مقدس. ده شكل الجاي هيبقى دمار. الكل كان في قمه السعاده من اللي حصل، لكنهم برضه كانوا زعلانين على دانا وان ادوارد ما رجعش لطبيعته. بيروحوا يطمنوا على البنت، ولكن لحسن الحظ كانت كويسه وما حصلهاش اي حاجه. السواد اللي على جسمها ده اصلا كان قدره من قدرات العمالقه، وهي قدره التصلب، وده اللي حماها من هجمه الوحش عليها. ناصينس بيقول كده كل حاجه بقت كويسه وما عادش غيرك يا جدي، اتمنى انك ترجع لنا زي ما كنت تاني. بيبكي بطريقه هستيريه وبيفتكر ذكرياتهم سوا، بيفتكر كلامه زمان وهو بيقول له اياك تتخلى عن مبادئك حتى لو هتموت يا ابني. بيقول له فعلا انت كنت قد النصيحه اللي اديتها لي، وحصل لك كل ده علشان ما رضيتش تتخلى عن مبادئك. انا بحبك قوي ونفسي ترجع لي يا جدي. وفي تلك الاثناء شين بيلاقي احدى الادوات السحريه كانت واقعه في المكان اللي اتقتل فيه الفارس المقدس. على طول بيكسرها، واول ما بتتكسر بتحصل المفاجاه، التعويذه اللي على الجد بتتفك وبيرجع لطبيعته من تاني. الكل في حاله ذهول من اللي شايفينه. ناصينس هو كمان مش مصدق عينه، بيجري على الجد وبيحضنه، مش مصدق انه حقيقي من كتر الفرحه، عمال يعيط بطريقه هستيريه. الكل كان فرحان وفي قمه السعاده برجوعه ليهم. دانا بريستفال شين وانا وانت كلنا كنا في قمه السعاده برجوعه، وفعلا دي هي السعاده الحقيقيه، انك تقابل شخص عزيز على قلبك مره تانيه. المهم بعدها اصحابنا بيودعوهم وبيمشوا علشان يكملوا رحلتهم. المشهد كان مؤثر في بريستفال جدا، وبيقول لهم انا خلاص غيرت رايي، انا ما عدتش بسعى ان اقتل ابويا بس، لا انا دلوقتي بسعى ان اقتل الملك ارثر ده واخلص العالم من شره وانتقم منه لكل اللي عمله. الله، هي النبوه شكلها هتتحقق ولا ايه؟ الكل فعلا بيوافقوا وبيقولوا له معاك ومش هنسيبك، شوف انت رايح فين يا عم واحنا هنجيلك. وفي الاثناء دي بقى قبل ما يمشوا بيلاقوا اللي جاي وبينده عليهم. ناصينس يا جماعه بيقول له بصراحه كده انا عاوز اجي معاكم واكون جزء من فريقكم. الله، انت مش لسه مقابل جدك من شويه؟ يالا انت ليه هتسيبه وتمشي؟ الواد قال لهم جدي هو اللي عاوز كده، ده هو اصلا اللي بعتني لهنا، قال لي روح واستكشف العالم وما توقفش احلامك عليا. ما تخافش يا عم، انا هبقى كويس وهفضل مستنيك هنا ترجع في اي وقت ممكن، ولكن انا عايزك تستكشف العالم وتكون صداقات وتكون شخص افخر بيه بعد كده. الواد بيتاثر من كلامه وبيقول له هعمل كده من هنا ورايح، هكون شخص تعتمد عليه يا جدي. وفعلا ده الكلام اللي الجد قاله لبريستفال زمان، والعيال اول ما بتسمع اللي حصل اتاثروا هم كمان، قالوا له يا عم تنور الفرقه، انت ليك خبره في السموم والعلاج وهتفيدنا في رحلتنا. وفعلا ده اللي حصل وخدوه معاهم، والعصابه زادت واحد وشكله من هنا الدنيا هتولع يا صديقي. في الوقت ده بقى في احدى القرى المجاوره لمملكه ليونس اللي هم رايحينها، كان هيروشيندا هناك بيتكلم مع حاكم القريه، بيقول له في قطعه مفقوده من تابوت الظلام وانا عاوزها علشان احمي المدينه من اي خطر يواجهكم. القطعه دي لو ما لقيتهاش فهتبقى مصيبه كبيره عليكم، والوحوش هتستهدفكم من كل مكان. الملك طبعا ما كانش مصدق كل الهري اللي بيقوله، ولكنه كان خايف منه. بيقول له حاضر انا هدور لك على القطعه اللي انت عايزها ديت، واكيد انت هتحمينا بعدها ومش هتسيب اي حاجه تاذينا. الواد قال له تمام، ولكن في الوقت ده بنت الملك بتستخدم قدرتها السحريه وهي كشف الكذب. بتبص لابوها وبتلاحظ فيه سواد على جسمه، وده معناه انه بيكذب وبيعمل كل ده خوفا من هيروشيندا مش اكتر. بتبص على هيروشيندا هو كمان، بتلاقيه محاط بالسواد من كل مكان. الله يخرب بيتك يا عم، ده تحس ان مسيلمه الكذاب. ايه السواد ده كله؟ ده معناه انه مش عاوز ينقذ المدينه ولا حاجه، لا ده شكله عاوز يضحي بجميع سكانها. البنت عارفه كده كويس قوي، بتفضل ساكته وكاتمه جواها وداخلها كميه غضب تهد جبال. المهم ومن جانب تاني بريستفال واللي معاه كملوا رحلتهم لمملكه ليونس، ولكن بعد مشي كتير تعبوا وقرروا يستريحوا يومين في احدى القرى. بيوصلوا عندها فعلا ودي القريه اللي هيقعدوا فيها، ولكن وقتها جزيئات المنى اللي بريستفال بتروح وبتفضل ماشيه قدامهم وبيتجمعوا عند احدى الاشجار. العيال ما كانوش فاهمين اي حاجه وراحوا وراهم علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل بالظبط. بيحفروا في نفس المكان وهنا كانت الصدمه، بيلاقوا القطعه الاثريه ديت. ايوه دي هي القطعه الناقصه من تابوت الظلام، هي دي القطعه اللي هيروشيندا بيدور عليها. شين كان عارف اهميه القطعه دي كويس قوي. بيقول لهم البتاع اللي في ايديكم دي مش حته حديد عاديه، لا دي لو وقعت في ايد الشخص الغلط هيحصل كارثه كبيره جدا، احنا لازم نخفيها في اسرع وقت. ولكن اثناء ما كانوا بيتكلموا بيلاقوا اللي بينده عليهم بكل عصبيه، بتقول لهم ايه اللي خلاكم تطلعوا البتاعه دي من مكانها؟ مين انتم علشان تاخدوها؟ ايوه دي هي لانا بنت ملك الدوله، هي دي اصلا اللي خبتها علشان هيروشيندا ما يلاقيهاش. لا جدعه يا بنت، بتكون مفكراهم تابعين لهيروشيندا وعلى طول بتطلع سيفها وبتهجم عليهم، محدش بيقدر يهزمها، مهاراتها في السيف اسطوريه ودوني وناسينس ما عرفوش يعملوا معاها اي حاجه. بعدها بتيجي تهجم على بريستفال، ولكنه بيقول لها احنا ما كناش نعرف انها بتاعتك، خديها يا ستي ولا تزعلي نفسك. البنت كانت مفكره بيكذب عليها، ولكن باستخدام قدرتها السحريه بتلاقيه بياضه كما ولدته امه. البنت بتستغرب، ده ما فيش نقطه سوداء عليه حتى، وده معناه انه مش بيكذب ولا حاجه. البنت مستغربه ازاي حد بالبراءه دي. الواد بيديلها القطعه اللي في ايده وبيوضح لها ازاي هم لقوها وكل حاجه من البدايه، لكنهم دلوقتي عاوزين يتاكدوا انها مش هتقع في ايد الشخص الغلط. البنت
بتقول لهم انا عارفه اهميتها كويس، انا بعمل كده علشان ابعدها عن فارس مقدس بيدعي انه عاوز يحمي المدينه، ولكن الظاهر انه ناوي على هلاكها بالكامل، واسم الفارس ده هو اوريشيندا. بريسفل اول ما بيسمع الاسم ده بيتصدم، هو اصلا ساعه كل ده علشان يقابله، كان لسه هيسالها عن مكانه لكن الخدامه بتيجي وبتنده عليها علشان تروح لوالدها. البنت وقتها بتترعب لحد يشوف القطعه دي وبتديها لهم وبتقول لهم خلوها معاكم وما تسلموهاش لاي حد مهما حصل، وانا هبقى اقابلكم بعدين. وبعدها سابتهم ومشت مع الخدامه. العيال وقتها كانوا في قمه الصدمه وسابوها ومشوا هم كمان، وبيروحوا يقعدوا في احدى الفنادق مش عارفين هيعملوا ايه في الورطه ديت. وبريسفل عاوز يتواجه مع ابوه باي طريقه وينتقم منه. شين بيقول له انت عارف قوته الحقيقيه صح؟ طب لو قابلته دلوقتي هل انت بقوتك دي هتعرف تهزمه؟ اكيد لا. فعلى كلامك ده قتل جدك بضربه واحده، اكيد بقوتك دي مش هتقدر تعمل معاه اي حاجه. وفعلا دي حقيقه، ايروشيندا قوته مش محدوده. العيال بيفكروا في حل ومش عارفين هيتصرفوا ازاي في الوقت دوت، وخاصه بوجود القطعه دي معاهم وخايفين تقع في ايد ايروشيندا. وفعلا دي حيره ما بعدها حيره. في نفس ذلك الوقت بقى لانا بتروح لابوها وبتقول له الفارس اللي انت كنت واقف معاه ده عاوز يدمر المدينه، انت عارف قدرتي السحريه كويس صح؟ انا استخدمتها عليه وعرفت ان كل الكلام اللي قاله لك كذب وما صدقش في اي حاجه، مش عاوزاك تتعاون معاه وتدور على القطعه ديت. ابوها مش بيسمع لها علشان خايف من اوريشيندا، وبيقول لها حتى لو مش صادق فانا مفيش قدامي حل تاني، ده بقوته ديت ممكن يقتلني بكل سهوله او يعمل لك اي حاجه وينفذ اللي هو عايزه. اهدي يا بنتي علشان احنا مش قد الفرسان دول. البنت بتتعصب من كلامه، بتقول له ما كفايه جبن بقى، يعني حياتك اهم من سكان المدينه، حياتك اهم من اللي هو ناوي يعمله فينا. تصدق بقى ان امي ارتاحت فعلا، ارتاحت بسبب انها ما كانتش بتسكت عن الظلم زيك، هي اللي كانت بتقف قدامهم بكل شجاعه وما بيفرقش معاها فارس ولا يحزنون، ولكن بعد ما قتلوها قعدت زي خيبتها ما عملتش اي حاجه. الاب وقتها بيتضايق وبيرزعها قلم محترم، اخص على دي تربيه وسخه، بس هو عارف كويس قوي ان كلامها صح، ولكن ما فيش في ايده اي حاجه يعملها. في الوقت ده بقى بتدخل عليه الخدامه بتقول له اوريشيندا بره، تعالى يلا علشان عايزينك. بالفعل بعدها بيطلع وبيلاقي جايب الشنطه دي وعاوز يعرف الشعب كله شكل الحته المفقوده ويخليهم يدوروا عليها. بيقول لهم البتاعه دي بالنسبه لكم حته حديد عاديه، ولكن انتوا مش عارفين المغزى اللي مخلينا ادور عليها، ده كله علشان مصلحتكم، فلو ما لقيتوهاش هتحصل كارثه هتدمر المدينه بالكامل، كارثه الفرسان الاربعه. انا بعمل كل ده في مصلحتكم علشان اكمل الختم واقدر اقتلهم. يا ابن الزباله، بقى انت عايز تضحي بكل الناس دول علشان تنفذ اهدافك الخسيسه؟ صدقنكم شويه كلام ما فيش منكم ريحه الفايده. بيفتح الصندوق وبيوري لهم الحته المفقوده منه، والملك بيقول لهم هو بيعمل كل ده علشانكم، علشان ما فيش حد فيكم يتاذى. ولكن هوب لانا بتقطع كلامهم، بتقول له انت كذاب، انت بتعمل كل ده لاهدافك الشخصيه مش اكتر، انا باستخدام قدرتي السحريه بقدر ابين مين الصادق ومين الكذاب، وانت عديت مسيلمه في كذبه، انت شكلك عايز تدمر المدينه باللي فيها. الناس وقتها بتصدق كلامها، واوريشيندا وقتها اتعصب جامد من اللي قالته، بيمسكها بكل عصبيه وبيقول لها هقتلك لو ما صلحتش كل اللي قلتيه ودافعتي عني، صدقيني هقتلك بلا رحمه. في الوقت ده بريسفل واصحابه كانوا شايفين كل اللي حصل وخايفين على البنت اللي هيحصل لها اي حاجه. بريسفل اصلا ماسك نفسه ومش عايز يتدخل بالعافيه، البنت بترفض تتكلم واوريشيندا خلاص ناوي يقتلها، ولكن انت متخيل ان ده يحصل في وجود الولد المهين؟ لا والله، الواد بينزل عليه بكل عصبيه، بيقول له كفايه عليك كده، كفايه علشان جبت اخره وهخلص عليك دلوقتي. بيجري عليه بكل سرعته، بيطلع المنه بتاعته بيخليها تشتت تركيزه، بيوصل عنده وهوب خد لانا منه وهرب. امال ايه الجري كل الجدعانه في الاوقات ديت؟ اتقاتل مع مين بس؟ ده قوته اشبه بتنين. ايروشيندا بيحاول يهجم عليه ولكن بريستفل كان خلاص هرب يا بيه. في نفس ذلك الوقت قندوني وشين وناصينس هربوا من المكان ورايحين الفندق علشان ياخدوا قطعه التابوت ويهربوا قبل ما ايروشيندا يحصلهم. بيوصلوا هناك فعلا ويا فرحه ما تمت، بيلاقوا الخدامه بتاعه الملك واخداها وطالعه، لسه هيوقفوها لكن هوب البنت بتتحول قدامهم، بتطلع شيطان تابع لايروشيندا. يا حلاوه، بقى كل الفتره دي وهو مراقبهم بشياطين، ده انتوا ليلتكم طين. بريستفل ولانا بيوصلوا وبيقولوا خلاص كده دي النهايه، ايروشيندا خلاص جمع كل قطع تابوت الظلام وهينفذ الطقوس وهيدمر المدينه بالكامل. شين بيقول لهم ايوه الختم ده علشان يتفعل لازم يضحوا بحاجه كبيره جدا، ايروشيندا ناوي يقدم المدينه بسكانها كتضحيه للي ناوي يعمله، لازم نوقفه بسرعه قبل ما يحصل اي حاجه، لازم حتى نسرق اي قطعه من تابوت الظلام. بريستفل بيقول له ايوه انا مش هستسلم، انا هروح اوقفه مهما كلف الثمن. ناصينس بيقول له انا معاك يا صاحبي. جوني بالعافيه هو كمان بيوافق وبيقول له معاك يا عم ومش هسيبك. لانا طبعا هي كمان عمرها ما هتتخلى عن شعبها. اما شين فبيقول لهم انا اروح امن المكان، ولو حصل اي جديد وحد تاني هجم فهبلغكم باللي هيحصل، بالتوفيق ليكم. ولكن من وجهه نظر شين ده ورا قصه كبيره يا صديقي، وفعلا بيتجهوا كلهم علشان يوقفوه. ايروشيندا في الوقت ده هو كمان كان جمع كل الاجزاء وبدا في تنفيذ خطته، بيقول الترنيمه السحريه وفعلا الختم بيتفعل، الدنيا بتضلم، الارض بتتزلزل وبيخرج الدمار على المدينه. ده شكل اللي جاي
هيبقى دمار، ولكن هل صحابنا هيقدروا يوقفوه؟ يا ريت. وهل بريسفال هيقدر ينتقم من ابوه؟ اتمنى، ولكن كل ده بقى هنعرفه في الجزء الثاني. فلو انت متحمس معايا وصل الفيديو ل 30,000 لايك علشان انزل الجزء الثاني في اسرع وقت ممكن. وبس كده يا عم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الله.